اسكو الجزائر راهي في حرب مع المغرب وحنا ما على بالناش ولا كيفاه؟ شوفوا هذا الفيديو ومن بعدها نعلق. الدوري الفرنسي قاعد نعمل تورو المروك ها يفتح الباب امام رحيل أنغولا المروك زيمبابوي مصر جنوب افريقيا جزر القمر زامبيا المروك وراء المروك مالي. هذا التلفزيون الرسمي الجزائرية، كل الإشارات تاع الأعلام تاع البلدان كاينة ما عدا المغرب. المغرب بالنسبة لهم ما عندهاش إعلام، وماذا بهم ما ينطقوش الاسم تاعها ولا الرمز تاعها تتم الإشارة إليه نهائيا. يتسمى قولوا لنا احنا الشعب لقنا نعرفوا على الأقل من باب العلم بالشيء، نعرفوا باللي النظام الجزائري راه في حرب مع المغرب. ما يبغي ينطق اسمها، ما يبغي يهضر على الملك، ما يبغي يهضر على الشعب المغربي، ما يهضر على انجازات، ما يهضر على انتصارات، ما يهضر الصح، ما يهضر والو. من المملكه غينسو يهضروا على المغرب في حاله واحده برك، يستشفاو، يديروا اسقاطات المشاكل والهم كاع اللي في الجزائر، يديروا له اسقاط على المغرب ويقعدوا يهضروا على الدراهم ما كاش في المغرب، ما عندهمش دوفيز. شوفوا البنيه التحتيه، شوفوا السبيطارات كي دايرين، عندهم الفيضانات، وهو احنا عندنا هذا كلش واكثر منه 1000 خطره، من المدن الكبرى الى الضواحي الى مناطق الظل. بصح ما نهضروش على من نهضروا على المشاكل تاع المغرب، نهضروا على النظام المصرفي تاع المغرب والاقتصاد المغربي، نحاضروا عليها باش نشوهوا لها السمعه تاعها، باش نكرهوا الجزائريين فيها ونقول لهم بلي هذه كاع ماشي دوله، هذه زريبه، في حين انه نتوما اللي زريبه. هذوك على الاقل راهم يستعرفوا بلي عندهم مشاكل، وكي الناس ناضوا الجنزي كي ناضوا داروا الاحتجاجات، النظام المغربي استجاب، ناض، بدل الميزانيه، تحرك، استعرف، قال لهم وي عندنا مشاكل غادي نسقموا غادي نحاسبوا. الدوله ناضت استعرفت. نتوما اللي يهضر ترفدوه، اللي يقول كلمه تقيسوه في الحبس، اللي يهضر يولي خائن، اللي يهضر يولي ما يبغيش الجزائر، اللي يهضر يولي عدو، اللي يهضر يولي مخزاني، اللي يهضر يولي بلي المغرب مخلصاته. قولوا لنا براكم في حرب مع المغرب، خاص غير السلاح، خاص غير المضاربه، خاص غير الجيش يدخل في الجيش وصاي، هذا ما خاص غير تبدو القصف وصاي، خاص غير اول رصاصه تطلق باش يولي الموضوع رسمي وصاي. بس راكم تتعاملوا مع المغرب كما لو انها عدو حقيقي. بصح لا كان راكم باغيين تبدو حرب مع المغرب، لا كان راكم باغيين تردوا الموضوع رسمي، عرفوا الشعب عليه شدارت لنا المغرب، شخونونا، شدوا من عندنا، انتهكوا السياده تاعنا. قولوا لنا. من المستبعد تماما ان النظام الجزائري تكون عنده الجرأه انه يوقف قدام الشعب ويقول لهم بلي يا ودي السبب تاع الخلاف الرئيسي بيني وبين المغرب هو اني انا كنظام جزائري درت لهم حجره في الصباط ودعمت البوليزاريو وفتحت لها الابواب وعطيتها الامكانيات باش هكا امس بالسياده المغربيه ويقدروا هما ينفصلوا ويديروا دوله وحدهم. ما يقدروش يقولوها، وما يقدروش يقولوا بلي السبب الحقيقي وراء هذا الشيء هو المشاكل تاع الحدود والأراضي المغربية التي ضمت إلى الجزائر بعد الاستقلال، رغم أنه صرا اتفاقية تاع تقسيم، اتفاقية تاع حدود رسمية بين الجزائر والمغرب.